احنا بنهلك نفسنا عشان شوية كلام فارغ. بنتعب شوية نجري على الدكتور، بنخاف من الكهرباء ومن البحر ومن الطرق السريعة، وبنعمل أي حاجة في الدنيا تبعدنا عن الموت، ولو حتى يوم واحد، ساعة واحدة، ومع ذلك بنموت برضه في الآخر. بنموت بكل سهولة. الموت أبسط وأسهل أحداث حياتنا على الإطلاق، أسهل من تجديد رخصة العربية، وأسهل من مشوار الشهر العقاري. ويوم وفاة أي شخص فينا هيعدي أبسط بكتير من يوم فرحه اللي بيقعد يحضر له من قبلها بسنة على الأقل. جسمنا اللي احنا بنخاف عليه دلوقتي من الهوا هيترمي في التراب ويدوب زي أي قميص قديم عندنا ما بقيناش نلبسه تاني. والناس اللي حوالينا دي كلها هتنسانا، هتسقطنا من حساباتها. وأنا عايش تليفوني بيرن وباب بيتي بيخبط، مراتي بتعمل حسابي في العشاء، أصحابي بيفتكروا عيد ميلادي عشان يهنوني. بعد ما أروح هناك هيتشطب عليا وهتشال من قيمة اهتماماتهم، وسيرتي هتيجي بعد كده كل فترة بالصدفة، يتكلموا عني 5 دقايق وبعدين كل واحد يكمل اللي كان بيعمله. أنا وإنت دلوقتي شايفين نفسنا محور أحداث الكون، وده حقنا. بس المفاجأة الغير سعيدة إن يوم وفاتنا هيكون يوم عادي جدا. هيكون في ماتش كورة ناس بتتفرج عليه، فيلم كوميدي ناس تضحك عليه، خناقة في الشارع عشان سواق عربية كارو قافل الشارع ونزل يشتري بطاطا. الحياة هتمشي، أيوة هتمشي بخطوتها العادية جدا، لا هتسرع ولا هتبطأ، ولا الكوكب هيبطل دوران ويقف دقيقة حداد على روح أي حد فينا. خبر وفاة أي إنسان هيبقى مجرد سطر على التايم لاين، الناس هتقراه وهتنزل تعمل لاف أو ها على البوست اللي بعده عادي جدا. الشيء المضحك في الموضوع إننا بنعدي على تاريخ وفاتنا مرة كل سنة من غير ما نعرف. تخيل إن يوم تاريخ ميلادك ويوم تاريخ خطوبتك وتاريخ جوازك ويوم عيد الأم ويوم عيد الحب وتاريخ تعيينك في الشغل، كل دي تواريخ أنت عارفها وحافظها وبتحتفل بيها، وتاريخ وفاتنا بيعدي